والله معاوية على غير الإسلام. علماءك ينظرون ان معاويه ليس مسلم اصلا، علماءك يقولون بهذا القول. من الذي يقول؟ هذا الذي يعتقدون علماء. مسائل الامام احمد بن حنبل، روايه اسحاق بن ابراهيم بن نيسابور. وسمعت ابا عبد الله قال له: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاويه على غير الاسلام. الجعد هو كبير فلاسفه الفقه السني في بغداد، ولد عام 130 هجري، مات عام 230 هجري. رجل عاصر، كلهم عاصرهم يعني، ابو حنيفه وغيرها. الرجل هذا قال ان والله ان معاويه مات على غير الاسلام. علم من اعلام السلفيين، صديق وتلميذ الالباني، المجلد الثاني، مسائل الامام احمد. وسمعت ابا عبد الله، مين ابو عبد الله؟ الامام احمد روايه. وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول، هذا امام كبار الائمه، مات والله معاويه على غير الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام في قناتكم الصاعقة السنية في الرد على الشيعة الإمامية. كما رأيتم الشيعة يتجرؤون ويتجاسرون على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بكلام قاله علي بن الجعد في مسائل الإمام أحمد أنه أقسم، قال: والله إن معاوية يموت على غير الإسلام. سنبين بالدليل القاطع والبرهان الواضح، وكونوا معنا خطوة بخطوة وشاركوا هذا المقطع حتى يتبين للناس كم أن هؤلاء كذابين، أن هذا الكلام فاسد وأن هذا الكلام باطل. هذا كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وهذا هو الجزء الأول. هذا هو الكلام الموجود أمامك الآن في الصفحة رقم 54 و100. قال: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. رقم 3 في الهامش ماذا يقول؟ إن قال قائل ذلك عن سيدنا معاوية أو أي أحد من الصحابة فقد جعل إسلامه في خطر عظيم، وقد سقط جواب أحمد فيه الأصل، ولعله قال بئس ما قال. هذا دلويه من هو يا إخوان؟ انظر معي هذا المصدر في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي. ماذا يقول يا إخوان؟ قلت: وكان أيضا شيعيا له كلام النحس في معاوية نقله الخطيب، وقال له زياد ابن أيوب. هذا دلويه هو زياد بن أيوب. سمعت يحيى الحماني يقول: كان معاوية على غير ملة الإسلام. قال زياد: كذب عدو الله، يعني الذي نقل الكلام عن علي بن الجعد هو من يقول أن قائل هذا يكون كاذبا وهو عدو لله عز وجل. هذا كتاب سير أعلام الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، المجلد الأول. ماذا يقول؟ طبعا هنا قال أبو جعفر العقيلي: قلت لعبد الله ابن أحمد: لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه، وكان يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة. هذا العالم ربما العلماء وثقوه وقالوا عليه إمام في البداية، ولكنه أصبح زائغا عن الحق وأصبح يطعن في الصحابة، فلأجل ذلك لا نقبل قوله في معاوية. أيضا هنا وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد ولا سعيد ابن سليمان. أيضا هنا في هذا المصدر قال أحمد ابن جعفر ابن زياد السوسي: سمعت أبا جعفر النفيلي وذكر علي بن الجعد فقال: لا ينبغي أن يكتب عنه، وضعف أمره جدا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: علي بن الجعد متشبث بغير بدعة، ليس بدعة واحدة ولكن بدع كثيرة، زائغ عن الحق. هذا كتاب منهاج السنة لابن تيمية يا إخوان. يقول: وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة. وفي الصحيح أن رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ يعني الصحابة كانوا يسمونه أمير المؤمنين، وإن حدث خلاف وشقاق لكنه في النهاية هو أمير المؤمنين. وصالحه الإمام الحسن، ولا يجوز أن يستلم الخلافة رجل كافر أو منافق. يقول: إنه أوتر بركعة فقال: أصاب إنه فقيه. يقول عن معاوية أنه فقيه. أيضا وروى البغوي في معجمه بإسناده، ورواه ابن بطة من وجه آخر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني معاوية. أيضا هنا في
في كتاب تلقيح فهم أهل الأثر لابن الجوزي يقول تسمية من كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان وعلي وعمر وأبي بن كعب، وهو أول من كتب له، وزيد بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن أبي سفيان، فهو من كتاب الوحي. أيضا في كتاب الأجوبة العراقية طبعا للشيخ الألوسي يقول وفي حديث حسن سنده حسن كان معاوية يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المدائني إلى آخره. تعالوا ننظر إلى الخلاف الذي حدث بين الصحابة والقتال. هذا مصنف ابن أبي شيبة يقول حدثنا عمرو بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سئل علي عن قتلى يوم صفين فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة. وهذا الحديث يا أخوان ويصير الأمر إلى معاوية صحيح، وهنا إسناد صحيح. إذا هذا الكتاب في المصنف لابن أبي شيبة كما ترون أنه رواية صحيحة أن علي يشهد بالجنة لقتلى وقتلى أهل صفين. تعالوا ننظر إلى السيستاني. يعني الشيعي يقول لك لا احنا لا نقبل كلامكم يا أهل السنة. هذا المرجع السيستاني حجة الله في الأرض كما تقولون عنه في كتاب نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحة الجهاد يقول واستفاضت الآثار عن أمير المؤمنين عليه السلام بل كان يقول إنهم قوم وقعوا في الشبهة وإن لم يبرر ذلك صنيعهم ولم يصح عذر لهم في قبيح فعالهم ففي الأثر المعتبر، وهذا هو محل الشاهد، في الأثر المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه أن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا، وكان يقول لأهل حربه إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا. الله أكبر. يتبين لأي عاقل الآن أن هذه الرواية لا تصح لأنها جاءت من طريق علي بن الجعد، وكما رأيتم ترجمة علي بن البعض وإن وثق في البداية، ولكن قوله ليس بحجة لأنه صار جهميا وزاغ عن الحق كما قال العلماء. وبينا لكم أن علي بن أبي طالب حكم بقتل صفين وقتل والذين معه ومعهم هم في الجنة، وهذا كلام السيستاني يقول أن هذا كلام معتبر، أن علي بن أبي طالب نفى عن أهل حربه الشرك، نفى عنهم النفاق، نفى عنهم الكفر، فيبقى ماذا؟ يبقى الإسلام والإيمان. فلماذا الشيعة تضرب بكلام السيستاني عرض الجدار ولا تعبأ به؟ فسؤالي لك أيها الشيعي، هل عقيدة السيستاني فاسدة لأنه قال بهذا الكلام أم عقيدة صحيحة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.